يا مساء الفل، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كفتة بطريقة سهلة جدا، سهلة التحضير لكن ما بتاخدش بقى منا وقت كتير، لكن في الاخر هتطلع معانا حلوة قوي. اول حاجة هنبدأ باللحمة. انا عندي هنا نص كيلو من اللحمة، فرمتها طبعا بمفرمة البيت، وكمان عندي قطعة من الدهن، وتقدري ان انت طبعا تستغني عن قطعة الدهن تماما، لكن الدهن هنا بيدي طعم حلو جدا للحمة او للكفتة اللي احنا هنعملها. 3 بصلات كبار مبشورين بالمبشره، 5 معالق من البقسماط، وكمان معلقتين 2 من النشا. هنضيف بقى التوابل بتاعتنا. عندنا هنا معلقه من الثوم البودر، عليها معلقه من البصل البودر، معلقه من البابريكا، معلقه ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه من البيكنج باودر. هنقلب بقى الكفته كويس جدا. شايفين لون الكفته بقى حلو جدا بجد. اللون هنا اللي انا بحبه قوي، اللي هو عاطي للون ايه، اللون البامبا ده، عارفينه ده لما اللحمه كده تكون طازه، وتكوني ان انت عاملاها في البيت او فرماها في البيت، بيديك اللون البامبا ده او الوردي، طعمها بيبقى حلو جدا كمان. هنا قلبت كويس جدا كل المكونات مع بعضنا، وبعد كده ضفت عليهم معلقتين 2 من الزيت، ونسيبها بقى ترتاح لمده لا تقل كده عن نص ساعه. بعد ما ارتاحت تماما هنبدا بقى ان احنا نجيب البايركس بتاعنا. هنا طبعا اي نوع صينيه تقدري ان انت تشتغلي الالومنيوم عادي، بالبايركس عادي، بالجرانيت او التيفال، المهم اي صينيه موجوده عندك تقدري ان احنا نشتغل بيها. باجيب هنا قطعة من اللحمة بالشكل ده، وببدأ بقى ان انا اكورها بايديا واعملها كده زي الطبق، افحرها الاول كده في النص، ونبدا ان احنا نحطها في الصينيه بتاعتنا او البايركس بتاعنا. هنا هخلص كل الكميه بنفس الطريقه كده، وتقدري ان انت كمان تفرطيها مره واحده في الصينيه، يعني ممكن تحطيها كده وتفرطيها في الصينيه عادي جدا، وتقسميها بسكينه او تقسميها باي حاجه، المهم ان انت تخليها بالشكل ده. انا حبيت الطريقه دي لان سهله جدا، وكمان في الصوابع سواء يعني ايه، لما في بعض الناس بتيجي تشكل الصوابع ما بتبقاش بتتشكل معاكي بسهوله وبتتفرك منك، ويبقى الموضوع صعب عليكي شويه. حطينا بقى هنا شويه من الجبنه الرومي، كانت عندي في التلاجة بشرتها كده، وشويه كمان من البشاميل على فوق كده الجبن، وهنبدا بقى من فوق خالص نحط حبه من الجبنه الموزاريلا، وهندخل بقى الكفته بتاعتنا الفرن بالشكل ده. تخيلوا بقى بشاميل مع جبنه موزاريلا وجبنه رومي، والدنيا هتبقى تمام، وهنح بقى على الاخر يعني. الشكل هنا تحفه جدا. دخلتها الفرن قعدت 15 دقيقه، واخدت لون بالشكل ده، وبعد كده خرجتها. تقدري بقى تاكليها بالعيش، تاكليها جنب رز ابيض، حقيقي تحفه جدا، طعمها حلو قوي. يعني شايفين المطه دي حاجه كده خرافيه جدا. اتمنى بقى ان النهارده الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في حلقه جديده. باي باي.